السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توضيح صغير للمباريات بتاعة الكاس الأمم الأفريقية. هو ليه كوت ديفوار؟ تحليل بسيط بس للواقع الأليم اللي احنا شايفينه عشان أأكد لكم إنها كانت المغرب هتديها. كوت ديفوار علاقتها إيه بالمغرب؟ تقدر تقول لي؟ هقول لك العلاقة جاية منين. كوت ديفوار هي اللي ادت كاس الأمم الأفريقية السنة دي، صح؟ رفعوا علم المغرب، لان كان المغرب هي المفروض اللي تدي كاس الامم الافريقيه ارضاء ليهم، تمام؟ فبالتالي اسرائيل مسيطره على افريقيا. ده بس يا جماعه، ده واقع اليم. ينتبهوا بس اخواتنا المغاربه عشان يركزوا. تحيه ان يرفعوا علم المغرب، بس القصه جايه منين؟ ايه ربط كوت ديفوار دوله افريقيه، ربط كوت ديفوار بعلم المغرب؟ ها، كحلوش بيرفع علم المغرب بالامر يا حبيبي. ما انا قلت لك اسرائيل مسيطره على ايه؟ على افريقيا، تمام؟ فبالتالي رفع علم المغرب امر طبيعي. يرفرف، ما انت خسران زيك زينا. اشمعنى علم المغرب؟ اشمعنى مش الجزائر، مش مصر، مش تونس؟ ما احنا كلنا خسرانين. لا بيواسوه. بدل ما نواسي الجراح والالام في غزه، بدل ما نرفع علم فلسطين، رفعوا علم المغرب. لان المغرب ولاد العم بيحكموا في المغرب وفي مصر بالسيسي اللي متصوره من اسفي، وفي اسرائيل. وصلت؟ شوف المشهد، هنزل لك الفيديو في قلب الفيديو. اسمع الفيديو اللي انا بعمله ده للاخر، تمام؟ ايه ربط كوت ديفوار بعلم المغرب ان يرفعوه ارضاء ليهم؟ لان كان اصلا مطالب، اللي حكيته قبل كده واحنا بنلعب الكره، السياسه في الرياضه ولبن سمك تمر هندي. علم المغرب بيرفعوا ليه كوت ديفواري؟ تقدر تقول لي؟ ده بس الواقع الأليم والتحليل بسيط للمشهد اللي احنا عايشينه. اتفرج يا بيه، واحد ماشي في قلب الملعب على التراك بتاع الملعب، رافع علم المغرب، ودول بعد ما ربحوا ماسكين علم المغرب ورافعينه. ده فيديوهات كتير. بالامر اسرائيل مسيطره على افريقيا ارضاء للمغرب والملك محمد السادس اللي ولاد العم بيحكموها في المغرب، ورافعين قاعده في الناظور في وش اخواتهم الجزائريين، والسيسي راح حاكمها وحاطط جدار عازل على الصهاينه، ونشر قوات في الجيش لقتل وقمع اخواتنا الغزاويه. اتقوا الله يا اخي. اقرا المشهد تمام، وانا بقوله لك بنيه خالصه يا مغربي قبل اي بلد. مش منتبه للمشهد عشان ما تستغربش كتير. اشمعنى الكوت ديفواري بيرفع علم ما ترفع علم الجزائر ولا مصر؟ ما احنا كلنا خسرانين، احنا الاربعه. بلا خيبه يا راجل. السلام عليكم. أنا مغربي، أنا مغربي، مغربي.